اللحظة اللي قلبت الدنيا بقى إن في طفل اسمه كيفن مات بعد ما أكل برجر ملوث. عمرك فكرت إزاي الأكل اللي على طبقك إزاي بيوصلك؟ مين بيعمله؟ في فيلم نزل خلى اللي بيتفرج يبص في التلاجة ويبدأ يشك في كل حاجة كانت باينة طبيعية. أنا حسام حامد مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. وما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تشوف باقي الحلقات. فيلم فود انك خلى ملايين الناس يبصوا في طبقهم بخوف. ما فيهوش نجم مشهور ولا ميزانيه ضخمه، لكن في جرأة تخض. الفيلم بدأ بسؤال: انت عارف انت بتاكل ايه؟ وما بيستناش منك اجابه، بياخدك جوه مصانع اللحم، مصانع الالبان والدواجن، ويوريك الحقيقه زي ما هي. الفراخ اللي بتاكلها مش بتعيش 40 يوم، دي بتتقفل في مخزن وبتتنفخ عشان تكبر بسرعه. واللحمه جايز تكون من حيوانات ما شافتش الشمس ولا قدرت تتحرك 10 سم بس طول حياتها. الفيلم ما كانش ضد الاكل، هو ضد النظام اللي بياكلك وانت ماشي زيك زي الحيوان اللي في المصنع. والفيلم ده ما جابش صورة الجوع اللي احنا متعودين عليها، ناس بتاكل كل يوم لكن بتموت من اللي بتاكله. الفيلم ده استخدم لقطات حقيقية مسربة من المصانع، كان ممنوع التصوير فيها. في ناس شاركت في الفيلم ده كانت لابسة أقنعة خوفا على حياتهم، وفي أسر كاملة ربت عيالها بس على أكل ماكدونالدز لأن سعر البرجر هناك أرخص من التفاح. والفيلم بيقول لك بوضوح: الجوع مش قلة أكل، الجوع فقر تغذية. اللحظة اللي قلبت الدنيا بقى إن في طفل اسمه كيفن مات بعد ما أكل برجر ملوث. أمه طلعت في الفيلم ورفعت قضية على المصنع، وبسبب الحملة اللي حصلت بعد الفيلم تم مناقشة قانون كيفن في الكونجرس الأمريكي. قانون بيراقب الشركات أكتر ويحاسبها لو سممت المستهلك. إيه اللي حصل بعد الفيلم؟ ناس كتير جدا بطلت تاكل من السوبر ماركت واتجهت للمزارعين المحليين. حملات مقاطعة كبيرة قوي ضد شركات ضخمة جدا. برامج في المدارس الأمريكية اتغيرت وبقى في توعية للأطفال بالأكل الصحي. السؤال اللي في دماغي دلوقتي هو: أنا اللي بختار أكل إيه ولا حد تاني قرر لي وأنا فاكر نفسي حر؟ اكتب لي في كومنت ايه اكتر حاجة بتاكلها كل يوم بس دلوقتي بقيت شاكك فيها.